تعالوا معايا اقول لكم على وصفتنا النهارده. هنعمل مربى الفراوله، طريقه سهله قوي واي حد ممكن يعملها بطريقه بسيطه قوي. زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي قدامنا، كريمي وحلو قوي. معايا كيلو من الفراوله، بس اهم حاجه الفراوله تكون منقيناها حلوه زي ما انتم شايفين حمرا. احنا دلوقتي في موسم الفراوله، يعني سهل قوي ان احنا نجيبها. زي ما انتم شايفين قدامكم الفراوله حلوه قوي متنقيه جميله نظيفه. هعمل ايه؟ هشيل، بس هبدا ان انا اشيل العنق بتاعها الاخضر ده وانضفها واظبطها خالص معاكم. هبدأ ان انا انضفها زي ما انتم شايفين كده. نضفتها وهبدأ ان انا اقطعها بقى مكعبات. اهم حاجة ما يكونش فيها حاجة لا حمضانة ولا حاجة مهروسة. هبدأ اجيب الحلة بتاعتي وهبدأ ان انا اقطعها بقى مكعبات. قطعيه، انا بقطعها صغيرة كده، قطعوها بالحجم اللي يعجبكم، بس انا اقطعها صغيرة بحيث تبقى سهلة السوا معايا. وابدأ ان انا احط عليها على كيلو الفراولة، هحط عليها كوبايتين اتنين سكر، مجين اتنين من السكر. وهسيبها، هقلب بقى السكر في قلب الفراولة بايدي كده وهسيبها لمدة يوم. لو انتم مستعجلين على عمايلها ممكن من 5 ل6 ساعات، بس هي الافضل انها تبات يوم كامل في قلب السكر ايه بتاعها ده. لو مش هنحط عليها اي اضافات ولا مية ولا اي حاجة، احنا نقعد نقلب السكر في قلب الفراولة بحيث السكر يوصل للفراولة كله اهو. زي ما احنا شايفين كده خلاص خلصنا قلبنا الفراولة كلها في قلب السكر وتكون نضيفة زي ما انتم شايفينها ومقطعينها. وهنبدأ ان احنا ايه بقى، هعينها لمدة يوم كامل. نعينها في قلب التلاجة هي زي ما انتم شايفين. تاني يوم بقى معايا انا كده فتحت عليها تاني يوم، نزلت المية بتاعتها، مش مستاهله ان احط عليها مية ولا اي حاجة. هي نزلت المية بتاعتها كلها، نزلها مية كتير يعني حلوة. هنسويها بقى في المية بتاعتها دي، مش هيحتاج ان نضيف عليها اي مية. هبدأ بقى ايد النار عليها زي ما هي نقعتها في قلب الحله بالسكر بتاعها، ما عادش اشيل ولا احط عشان السكر بتاعها ما يقلش، يعني ما ينقص منها. انا نقعتها بالسكر بتاعها في الحله زي ما هي كده. هقلب بقى، هو كده كده السكر اغلبيته داب، ولو في حاجه انا قلبتها كده بقى ايه خلاص خدت غلوه وبدات تغلي معايا. بكون مجهزه بقى معلقه صغيره من عصير الليمون واحطه عليها اول ما تبدا تغلي كده. بس هبدا اشيل الريم بتاعها، اهم حاجه عشان تبقى متنقيه وجميله قوي قوي زي ما احنا شفناها في البطرمان كده. ان هي تبقى اشيل كل الريم بتاعها من على الوش ده. كل ما هقلب هيطلع ريم، هفضل اقلب واشيل، انضف كل الريم بتاعها ده زي ما انتوا شايفين كده. علشان بس بعد السوا هو بيركن كده بيبقى باين. بعد ما بتستوي لو سبت الريم بتاعها ده بيبقى باين في المربى. نشيل بقى كل الريم ده، مسيبش اي حاجه خالص. كل ما اقلب واروح واجي عليها افضل اشيل الريم بتاعها ده. هقلب فيها تفضل الميه بتاعتها بس النار واطيه، يعني انا خليتها كانت النار عاليه عليها اول غلوه. اول ما غليت مني خلاص بدات ان انا اوطي النار عليها. انا حطيت عصره ليمونه صغيره قوي. بدات ان انا اشيل الريم بتاعها زي ما انتوا شايفين كده، ما بسيبش حاجه خالص. كل ما اروح واجي اقلب، بس اهم حاجه النار تبقى واطيه عشان تستوي براحتها قوي. تاخد مني بقى سوا زي ما هي عايزه على النار، بس اهم حاجه ان ابقى موطيه عنها النار عشان ايه ما تشتش مني وكل الميه دي كلها تنشف بسرعه. انا بوطي عنها، كل ما الاقي الريم اشيل، كل ما الاقي اشيل، ما بسيبش حاجه خالص. هي كده كده خلينا متفقين ان هي مربى الفراوله لازم هتغمق مننا، يعني ده الطبيعي. لان بتوع المصانع او الشركات بيبقوا ضايفين الوان، بيضيفوا عليها لون صناعي، فطبيعي ان هو اللون بتاعها بيبقى احمر صريح واضح كده. لكن احنا اي نوع مربى عندنا فريش، سواء الفراوله التين، احنا بناخد بالنا ان بعد ما بتستوي وبنبدا ان احنا نضربها ضربه بسيطه فهي بتبدا ان هي تغمق. لا هو ده الطبيعي، لان ده كده الريم اللي انا شيلته، ان ده الطبيعي بتاعنا، لانها الحاجه بتاعتنا بيور فريش. فدي حاجه معموله في البيت افيد طبعا وانضف بكتير. تيجي جايبه الفراوله ومنضفاها وغسلاها على ايدك، بتبقي عارفه اهم حاجه ما يكونش فيها لا واحده حمضانه ولا تكون فيها واحده مستويه، يعني بنقيها. يستحسن ان تعملي مربى الفراوله وهي في اول الموسم كده، ليه بتكون الفراوله لسه اللون بتاعها بدا ان هو يبقى صريح كده حلو اهو. الاضافه اللي هضيفها عليها بقى، انا هضيف كيس جيلي. كيس جيلي الفراوله ده هيدي ليها لون حلو قوي قوي، وهيدي ليها، هي المفروض ان احنا فيه بيقول لك نعملها بمعلقه جيلاتين، لا ده بقى هيدي معانا اللون وهنبقى استفدنا بمعلقه الجيلاتين. هحطه بقى، مش هحطه في ميه ولا حاجه، انا مش محتاجه، هي فيها ميه كتير اصلا فمش محتاجه ان اضيف عليه ميه. انا هقلب الجيلي، حطيت كيس الجيلي كله كامل وهقعد اقلب بقى. وهيخلي المربى معانا القوام بتاعها يبقى عامل زي المربى الجاهزه، اللي هو اللمعه
والطريان بتاع المربى قوي ده. كيس الجيلي الاضافه بتاعتها حلوه قوي، في اللي بيعملها من غير جيلي، لو مش موجود ومش متاح مش هيأثر في الوصفه. يعني انا عاملاها المره اللي قبل دي انا ما كنتش حاطه عليها جيلي وطلع حلو، بس هو الجيلي بيدي معانا اللون الحمار، الجيلي بيوضح اللون بتاعها بدل ما بيغمقها، لا بيخلي اللون بتاعها احمر كده شويه. ما تنسوش يا بنات تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا الوصفه قبل اي حد، وتعملوا لايك، دوسوا لايك ما تنسوش. اهي كده اهي تمام خلاص كده انا ضربتها، يعني انا بعد ما استوت انا خلصت السوا خالص وضربتها ضربه صغيره قوي، يا دوبك شغلت خلاص سنه بسيطه ومتفاصله بسرعه بحيث ان انا مش عايزاها تبقى مفرومه زياده زي ما انتم شايفين كده.